مشاهدينا الكرام، نجدد التحية وحول ما يحدث في المشهد السياسي المصري، وأيضا حول عدد الإصابات وأيضا حالات الوفيات. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور يحيى موسى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. صباح الخير. ألو. ايوه حضرتك معانا على الهواء. احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك التقدير الحالي لعدد حالات الاصابات وايضا الوفاه. 35 قتيل اعداد الوفيات ومئات الجرحى والمصابين حتى الان. احنا كنا عايزين نبتدي مع حضرتك عن حالات الاصابه. هل تم الكشف عن الاصابات مثلا بطلقات ناريه، خرطوش، درجات الاصابه ايه بعد اذنك؟ أنا كنت شاهد عيان على ما حدث، حيث كنت متواجد مع رجال هيئة الإسعاف المصرية في المكان، وأقول شهادة لله وللتاريخ أن ما حدث هو مجزرة متكاملة الأركان من قوات الشرطة العسكرية وقوات الشرطة والداخلية ضد المعتصمين السلميين الذين لم يكن يملكوا أي سلاح يدافعوا به عن أنفسهم، وتم قتلهم بدم بارد بعد خلقهم بقنابل الغاز. وهذا ما رأيته وشاهدته بنفسي وشاهده رجال الإسعاف وعشرات الآلاف من المتواجدين هناك. ولكن قيل ان تم يعني بدأ الموضوع باطلاق الرصاص بداية على قوات الحرس المتواجدة امام الحرس الجمهوري، وكان هناك ما يسمى بجماعات ارهابية مسلحة بداخل هذه التظاهرة. الو. يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة، وسنعود إليه لاحقا للتعرف على سير الأحداث. بالطبع